انا حاولت لك اول دفعه من المبلغ. الو. الو، ازيك يا علو؟ الحمد لله، ازيك انت يا سيف؟ والله الحمد لله. بقول لك كنا بنتكلم انا وسليم كده وعايزين نتقابل كلنا. انت هترجع امتى من الجون؟ انا في القاهره لسه ما سافرتش. لا يا راجل. طب ما تجيلي يا عم او اجيلك انا. معلش يا سيف، خليها وقت تاني. انا مش رايق اليومين دول. افضى بس وبعدين اعدي عليك. بقول لك مفيش منه الكلام ده، انا هلبس واجيلك. يلا يلا انا جاي لك. سلام سلام. هو انت كنت فين لحد دلوقتي؟ كان عندي مواعيد. طب بصي، الفوضى اللي انت فيها دي لازم تقف. فوضى؟ انت ناوي على خناق بقى؟ والله انت عارف شغلي وعارف ظروفه كويس قوي، ومفيش اي جديد جد. واللي انا شفته النهارده ده هي دي ظروف شغلك يعني؟ دي طبيعته؟ ايه اللي انت شفته؟ حسن وزميلي ومعايا في نفس التيم، وطبيعي ان انا وهو نروح اي مكان. انت اللي بقيت اوفر. طب بلاش الشويتين دول عشان مش بياكلوا معايا. الوضع اللي انا شفته النهارده ده مش مسموح بيه تماما. وضع ايه؟ هو انت قافشني معاه في اوضه النوم؟ اتكلمي باسلوب كويس. انت المفروض ست متجوزه، يعني تاخدي بالك من شكلك وتصرفاتك قدام الناس. تروحي شغلك تبقي في مكتبك، هتنزلي اعرف انت نازله فين ومع مين. هو ده اللي عندي، ولازم اوافق الاول كمان. مش عاجبك كلامي؟ اديني بقى بقول لك من دلوقتي اهو، يا انا يا شغلك. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ وليه سايب الدنيا مبهدله كده؟ معلش يا سيف، شويه مشاكل. يا سيدي لو على موضوع مراد ما تشيلش هم، وبعدين احنا اصحاب من زمان، مشكله وهتعدي. وانا اتكلمت انا وسليم واتفقنا نقعد مع بعض ونخلص القصه دي. انا بس عايزك تقول لي ايه اللي حصل بينك وبين مراد عشان اعرف اساعدك. انا تعبان، تعبان قوي يا سيف. تعبان وندمان على كل حاجه عملتها غلط، وربنا كان بيسترها معايا كل مره وبتعدي من غير ما حد يعرف. بس المره دي خايف قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. خايف من ايه بس يا حبيبي؟ خايف من ايه؟ خايف من ربنا. انا والله ندمان، ندمان من كل حاجه، وخايف ما يسامحنيش. خايف لا يكون زي ما بيتقال رصيدي من الستر خلص عند ربنا. استهدى بالله يا عم، استهدى بالله، ربنا كبير. استهدى بالله عليك. بعدين يعني انت ندمان وعايز تعمل الصح، ربنا مش هيسيبك وهيسترها عليك. انا مش هضغط عليك واقول لك احكي لي اي حاجه، انا بس عايزك تسلمها لله. استهدى بالله وقول يا رب. يا رب، يا رب.